في احدى الايام كان عمدة البلد قاعد وجايب مجرم محكوم عليه بالاعدام علشان يذبحه. الواد وطى راسه والجلاد جهز علشان يطير دماغه، ولكن السيف ما قدرش على رقبة الواد ده وانكسر من قوتها. العمدة بيتغاظ وبيقول لهم خدوه على الزنزانة بسرعة. واثناء ما كان هناك البنت ديت بتروح له، بتبدأ تتكلم معاه علشان تعرف حكايته، بتسأله على اسمه والمكان اللي هو جاي منه. الواد بدأ يحكي لها، قال لها انا اسمي غابيمارو وجاي من قرية تدعى ايواكي. البنت بتعرف بعدها انه واحد من النينجا وبتستنتج ليه جسمه قوي كده. بعدها البنت بتقول له ممكن توريني جزء من الطاقة بتاعتك؟ فغابيمارو بيقول لها لا. والعمدة بعدها بينده عليه تاني علشان يعدموه، بيربطوه في الساحة وبيجمعوا الحطب علشان يولعوا فيه. وطبعا كلنا عارفين ان النار قاسية قوي على الناس، فعلشان كده الجلادين حاولوا يقتلوه بالرماح قبلها، بس الرمح بيتكسر وما عادش قدامهم غير النار وخلاص يا صديقي. بيولعوا فيه فعلا والنار بتكون جامدة جدا، والعمدة بيفكر انه خلاص مات وكان فرحان باللي عمله. بس فجأة غابيمارو بيفتح عينه، بيطلع من النار ديت من غير اي اصابة. الكل طبعا بيتصدم وبياخدوه على الحبس تاني. ساغري بتروح له بعدها كده وبتسأله هو بيقاوم ليه. غابيمارو قال لها انا مش بقاوم ولا حاجة، انا اصلا ما عنديش اي صلة بالحياة، بالعكس انا مستنيكم تموتوني. البنت قالت له طالما انت كده كده ميت فاحكي لي ازاي اتقبض عليك. الواد قال لها تمام وبدأ يحكي لها. قال لها وانا صغير شيخ القرية قتل ابويا وامي قدامي، اخدني من وسط جثتهم، وعلى عكس الاطفال ما كانش عندي اي خوف او رعب من الدم. شيخ القبيلة بعدها بيربيني وبيعلمني القتل من غير رحمة، وما كانش باين عليه التأثر وهو بيحكي لها يا صديقي. العمدة بعدها بياخده تاني علشان يعدمه، بيثبته في الخشبة ديت، بيجيب له بعدها طورين وبيربط كل واحد فيهم في رجله علشان يشقوا النصين، بيولعوا في ديل الطور علشان يجري باخر سرعته. وفعلا التيران بتجري، بس غابيمارو بيشد رجله وبيرجعهم عليه. العمدة بعدها بيقعد يصوت وما عادش عارف هيقتل الواد ده ازاي. ساغري بقى في الوقت ده بتروح لغابي وبتقول له انت ليه قاومت من شويه؟ طالما ما عندكش اي سبب في الحياه ليه ما سبتش نفسك تموت؟ غابيمارو بيتعصب من الكلام وبيقول لها مش فاهم. البنت قالت له هغير السؤال واسالك سؤال تاني، انت اتقبض عليك ليه؟ غابيمارو بدا يحكي لها حكايته ويعرفها التفاصيل كلها. قال لها في القريه بتاعتنا الرجاله بتقتل والبنات بتخلف مش اكتر، ما عندناش حب او عيشه عاديه او اي حاجه، كله تنفيذ مهام مش اكتر. ولما وصل السن بيا ان اتجوز شيخ القريه بعت لي بنته علشان تقعد معايا. اتجوزنا فعلا. البنت كانت طيبه وغلبانه خالص، كانت من الاخر على نيتها وكانت عاوزه تعيشني حياه عاديه. ده حتى كانت بتقول لي اخلع الشبشب بتاعك وانت داخل. ولما كنت بقعد على الاكل كانت بتقعد تضحك ومش فارق معاها اي حاجه. فانا جبت اخري منها ورحت لابوها علشان اطلقها. شيخ القريه ما عجبوش الكلام وقال لي تمام بس لازم تعمل المهمه ديت الاول. رحت على المهمه فعلا، ولكن بعت الجنود بتوعه ورايا واتقبض عليا. الشرطه هي كمان اخدتني واتحكم عليا بالاعدام بعدها، يعني حتى لو قدرت اخرج من هنا فشيخ القريه هيقتلني، فانا اصلا ما عنديش اي سبب للحياه. ساغري بتسمع القصه وهي ساكته وبعدها بيخلص اليوم. بالليل بقى والبنت ماشيه، الراجل ده كان ماشي معاها بيقول لها يا بنت خلي بالك منه، انت ما تعرفيش الواد ده خطير ازاي. ساغري بتساله ازاي، والراجل حكى لها. قال لها واحنا بنحاول نقبض عليه قتل 20 واحد من رجالتنا ومحدش كان قادر عليه، ده مش مجرد شخص عادي، ده وحش محدش هيقدر يوقفه. ساغري بعدها بتستغرب من الكلام، وده لانه كان بيقاوم وما سابش نفسه يتمسك زي ما حكى لها. وفعلا يا صديقي في الوقت ده غابيمارو كان في الزنزانه ومستغرب هو بيقاوم ليه. بياخدوه بكره علشان يغلوه في الزيت، ولكن برضه الواد ما بيموتش وبيخرج من اي اصابه. بيكون مستغرب هو ليه متمسك بالحياه كده، وحتى هو مش عارف هدفه في الوقت ده. ساغري بعدها بتقفل الكتاب كده، والعمده كان متغاظ جدا ما عادش عارف يعمل ايه. البنت قالت له ما تقلقش انا هقتله، جهز لي انت بس الترتيبات. بالفعل كل حاجه جهزت والجنود اخدت غابيمارو على الغرفه الاخيره، والعمده كان عمال يبص له ويضحك. غابيمارو بيدخل فعلا وبيلاقي ساغري قدامه بتربط ايديها وبتجهز سيفها وبتقول لهم انا جاهزه. في الوقت ده غابيمارو اول مره يحس بالخوف، كان واقف ومش قادر يتكلم. ساغري بعدها بصت له كده وقالت له ما تقلقش انا هقتلك واريحك من اللي انت فيه. غابيمارو بيحس بقوتها وبيعرف انها ممكن تقتله، بيكسر الخشب اللي في ايده والبنت بتهجم عليه بسرعه، بس الواد بيتفادى الهجوم بيبعد عنها. ساغري في الوقت ده كانت واقفه وقالت له كنت هتموت لو ما اتفادتش الضربه ديت، انت غيرت رايك ولا ايه؟ غابيمارو كان اتعور في رقبته ومستغرب هو مش عاوز يموت ولا ايه. البنت بتهجم عليه تاني والواد بيهرب برضه. بعدها ساغري بتقف وراه كده وبتبص لسيفها، بتقول له انا بعد ما سمعت قصتك كنت متاكده من حاجه واحده، بالرغم من كل اللي قلته على مراتك انت اكيد بتحبها. الواد بيتصدم بيفتكر كل اللي حصل، فلما مراته كانت بتقول له يخلع الشبشب الواد كان بيفرح منها جدا وبيسمع الكلام. ولما كانوا بيقعدوا على الاكل كان بيفرح ان اخيرا في حد شاركه، وكان بيموت فيها مش
بيحبها وبس يا صديقي. في الوقت ده الواد بيهجم على ساغري وبيقول لها انا مش عاوز اعيش، انا غبيمارو الاجوف، انا مش هرحمك. بيفتكر بعدها كلام مراته ليه لما قالت له انت مش اجوف زي ما بيقولوا عليك، انت شخص وعندك مشاعر. غبيمارو بيبص ايده كده وبيقول لها لا، انا عملت حاجات كتيره مش حلوه، انا حاسس انها عذبك معايا مش اكتر. مراته بعدها بتاخده بالحضن كده وبتقول له انا مش هتعذب ولا حاجه، انا بحبك. بتفتكر بعدها شيخ القريه لما حرق وشها علشان تنسى انها بنت وتسمع الكلام مش اكتر. بتقرب من حبيبها بعدها بكل رقه، بتقول له خليك معايا. بترفع دماغه وهوبا عطت له سكر يا صديقي. الواد وشه بيقلب الوان وبيتحرج منها مش عارف يعمل ايه. مراته هي كمان بتضحك عليه وبتقول له ما فيش واحد اجوف هيتحرك كده. في نفس الوقت ده كان غبيمارو متعصب جامد بيحارب في ساغري ومش مديلها فرصه تريح. البنت هي كمان ما كانتش قادره عليه، بتساله انت ما بتبطلش قتل ليه. في الوقت ده بقى غبيمارو بيفتكر لما كان جايب لمراته غنايم من الاشخاص اللي قتلهم في اخر مهماته. البنت ما زعلتش منه وفرحت برضه بحاجاته، بس الواد بعدها حس انه كده هياكل حبيبته من حرام وقرر يتوب يا صديقي. راح لشيخ القريه بتاعته وقال له خلاص انا هبطل قتل، هعيش انا وبنتك حياه عاديه. بس الشيخ ما عجبوش الكلام وبعت وراه الجنود وبلغ الشرطه عليه علشان يتمسك. الواد وقتها بيعرف انه مستحيل يعرف يعيش حياه عاديه، وبعدها بيقرر يسلم نفسه علشان يتعدم. بس حبه لمراته مش مخليه يموت، وكان بيعافر حتى ضد ساغري يا صديقي، خلاص هيقتلها. فهوبا البنت طلعت له رساله كده. الواد بيهدى وبيقول لها ايه ده؟ ساغري قالت له ده العفو الرسمي، دي رساله من الشوجن هتدي لك الحريه، ومش بس كده لا دي كمان هتخليك تحت حمايتنا، وحتى شيخ القريه بتاعتك مش هيقدر يلمسك انت ولا مراتك. غبيمارو امله بيرجع كده للحياه تاني وبيقول لها اشرحي كل حاجه، انا مش مستوعب. ساغري بدات تحكي له على المفروض يعمله علشان ياخد العفو ده. قالت له في اقصى الجنوب ارض اسطوريه اسمها شينسينكو، الارض ديت جميله وخصبه ومليانه زرع في كل حته، ولكن في وسط الارض دي في حاجه اسمها اكسير الحياه، اللي هياخد الاكسير ده هيعيش ومش هيموت ابدا. الشوجن طبعا اول لما بيسمع بالكلام ده بيبعت جنوده علشان يجيبوه، ولكن محدش بيرجع منهم. بيجمع كتيبه تانيه بيبعتها، ولكن برضه الكل ما بيرجعش. بس في يوم مغيم كده واحده من السفن بترجع، بتكون مليانه ورد من كل حته. الجنود بتفرح بالورد ده بتشيله علشان تشوفه، ولكن ده ما بيكونش ورد عادي يا صديقي، ده كان واحد من الجنود بتوعهم واللي اتحول للشكل الغريب ده، ومحدش عارف هو بقى عامل كده ليه. غبيمارو بقى مش فاهم حاجه وبيقول لها انت متاكده ان دي مش خرافه؟ ده شكل الموضوع كله كذب. ساغري قالت له لا، اللي حكيته لك كله حقيقي. والشوجن بعد ما شاف المنظر ده اتاكد ان الاكسير هناك وعقد العزم علشان يجيبه. بعدها جمع كل الاسايا من حواليه وامرهم يجيبوا كل المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام، واللي هيقدر يروح الجزيره ديت ويجيب الاكسير هياخد العفو الرسمي وهيتعافى من كل الجرائم بتاعته. الواد لما بيسمع الكلام ده بيفرح جدا وبيحس ان في امل يرجع لحبيبته تاني. ساغري بعدها بتحكي له عن مراته وبتقول له انت من ساعه ما اتقبض عليك هي حبست نفسها في شقتها وما طلعتش من هناك ابدا، هي لسه لغايه دلوقتي مستنياك وعندها امل انك ترجع لها. وبعد ما سمعت كل الكلام ده انا عاوز اسالك سؤال اخير، انت لسه عاوز تموت؟ غبيمارو الحماس بياخده والامل بيرجع له تاني. ساغري بعد ما بتشوف ملامحه بتساله سؤال تاني، بتقول له انت مستعد تخاطر بحياتك وتسافر مع مجرمين محكوم عليهم بالاعدام علشان ترجع تعيش معاها ولا لا؟ العمده ده بيقاطع كلامها وبيقول لها مستحيل اسيبه، انا مش هسمح لك تخرجيه من هنا، يلا يا رجاله اقتلوه، ولو البنت دي اتدخلت اقتلوها هي كمان. غبيمارو في الوقت ده بيفتكر مراته وعينه بتدمع، بيقول لساغري انت طلبت مني قبل كده تشوفي قوتي ولكن انا مرضتش صح؟ قالت له صح. قال لها طب اتفرجي بقى. ومره واحده الواد بيستخدم قوته، النار بتطلع من كل حته وبوم في اقل من ثانيه كان حرق الكل ومحدش واقف قدامه. ساغري كمان كانت مهدده العمده والدنيا اخر روقان. بعدها الواد بينزل من على الجنود كده وهو متحمس وبيقول لها يلا بينا نجيب الاكسير بسرعه. ساغري قالت له تمام، والحماس الف يا صديقي. بعدها واثناء الطريق كانت ساغري بدات تفتكر حياتها زمان لما شافت ابوها كبير الاسايمون وهو بيدق عنق شاعر وهو بيقول شعره. الضربه بتاعته كانت سريعه جدا وخلصت على الشاعر بكل سلاسه، وحتى ان الراجل ما حسش باي الم وكمل الابيات الشعريه بعد ما مات. وفي وقتها ساغري عجبها الحوار ده وقررت تبقى زي ابوها، وبالرغم من انها بنت كانت بقوه اي اسايمون تاني يا صديقي وبتخلص على اي حد بضربه واحده، ولكن ضربتها ما كانتش زي ابوها، كانت دايما بتحس بعدها بخوف وكانها عذبت صاحبها قبل ما تقتله. وعلشان كده هي قررت تسافر مع غبيمارو على اساس تفهم نقطه ضعفها وتعرف تحسنها. وبالفعل بيوصلوا اخيرا على مكان الشوجن وكل المجرمين كمان كانوا هناك. الشوجن ورجالته بيعرفوهم بالمهمه
وبيقولوا لهم على المفروض يعملوه. المجرمين طبعا ما بيعجبهاش الوضع ده وبيفضلوا يزعقوا. وقتها الشوجن قال لهم اللي هيجيب الاكسير منكم هياخد العفو الرسمي وكمان هياخد حمايه دايمه ومحدش هيقدر يلمسه. الكل طبعا بيتحمس والزعيق اللي كان من شويه خلاص هدى. بيعرفوهم بعدها بشكل الجزيره وايه الحاجات اللي ممكن تقابلهم هناك. المجرمين طبعا ما بيصدقوش الكلام ده فبيجيبوا لهم الدليل على كلامهم. الكل بعد ما بيشوفوا بيتصدم ومحدش مصدق عينه. واحد من المجرمين ما بتعجبوش الفكره وبيكون ماشي فهوبا اتقطع رقبته. بعدها الراجل ده بيكمل كلامه بيقول لهم كل واحد فيكم هيخرج هيكون في مراقب معاه. ايوه هو واحد من الاسايمون دول واللي لازم ترجعوا معاهم والا هيتقطع راسكم. وكل اسايمون بيحط السيف بتاعه على رقبه المجرم بتاعه وطبعا من ضمنهم ساغري. المهم في الوقت ده الشوجن بيقول لهم عددكم كبير جدا وعلشان كده لازم تخفوا نفسكم شويه. وواحد بيقوم وبيقول له انا مش فاهم تقصد ايه. فواحد من المجرمين اللي وراه رد عليه قال له من الاخر يعني نقلل العدد بتاعنا. وبوم خلص على اللي في ايده. الكل بعدها اشتغل ضرب واللي بيطول واحد ما بيرحموش. الضرب شغال من كل ناحيه. غبي مارو كان قاعد مكانه وما بيتحركش وبيقول لهم لما تخلصوا عرفوني. الشوجن بقى والكل هم كمان كانوا بيتفرجوا على المجزره ديت ومستمتعين جدا. الراجل ده واللي كان واقف جنب الشوجن كان بدأ يحكي له عن اخطر شويه في المجرمين دول. اولهم هو الواد ده واللي اسس قريه لصوص وما رحمش اي حد. بعدها البنت دي واللي اتورطت في غزو قلعه قبل كده. وبيعرفوا كمان بالراجل الطويل ده واللي يعتبر سياف اسطوري. واخيرا بيوصل عند الاسطوره الحيه غبي مارو الاجوف. بيقول له ده اخطر واحد فيهم. الشوجن بيبص عليه كده لقاه قاعد في مكانه وما بيتحركش. بيقول له انت بتهزر يا عم ده شكله غلبان. الراجل قال له لا ده الاقوى فعلا. وفي الوقت ده كانت ساجري واقفه مع واحد من الاسايمون وقلقانه جدا. الراجل بيستهزأ بيها بيقول لها انت مكانك مش هنا. المفروض تكوني في بيتك معززه مكرمه ولكن القتل والحرب دول مش بتوعك. ساغري وهي بتسمع الكلام ده كانت مرعوبه جدا. شايفه بشاعه المنظر اللي قدامها ما كانتش قادره تقف. بتفتكر بعدها ايام زمان لما كانت صغيره وكل اهل القريه بيضربوها. بتفتكر بعدها لما استخبت منهم بعد ما راسها اتعورت وما كانتش عارفه تعمل اي حاجه. بتفكر في اي حاجه علشان تسد قدام اي حد بيعاديها وما بيجيش في بالها غير فكره واحده ايوه لازم تهاجم. اللي هيضربك اضربه. بالفعل شويه من المجرمين كان اخدوا بالهم من تشتتها وهجموا عليها بس البنت بتفادي كل ضرباتهم وبتشقهم. ايوه ساغري اخيرا فاقت. ولكن فجاه غبي مارو كان واقف عند الشوجن قال له القتل هنا ملوش اي لازمه. ما نصفي المقاتلين باي طريقه تانية. الكل اتصدم. انت بتقول ايه يا ابني انت عاقل؟ غبي مارو قال لهم ايوه عدم القتل في وقت انت مش محتاج تقتل فيه هو ابو العقل مش عقل وخلاص. ساغري بتتاثر من كلامه ولكن الناس ديت ما بتسمعلوش. والراجل ده بينده على واحد من المجرمين قال له لو قتلت الواد ده هوديك على الجزيره. المجرم طبعا بيتحمس وبيشيل طوبه وبيحدفها عليه ولكن غبي مارو بيفاديها وبيقول له ما بدهاش بقى طالما انت بدات في القتال فانا هقتلك. بعدها غبي مارو بيفعل وضع القتل بتاعه وبيطير عليهم. بيخلص على اللي قبله حرفيا ما حدش قدر له. كل اللي كان واقف بيتفرج كان مذهول من حجم القوه ديت. الواد حركاته سريعه جدا واللي بيقف قدامه بينتهي. الشوجن والكل وقتها عرفوا حقيقته. عرفوا ان ده مش مجرد شخص عادي او مجرم هم هيقدروا عليه. ده غبي مارو الاجوف. في الوقت ده ساغري كانت شافت كل اللي حصل ده ومش مصدقه عينيها. بتفتح السيف بتاعها علشان تشوف حقيقته. البنت اتصدمت. اللي واقف جنبها وكمان كان مذهول من المشهد. وبعدها الشوجن والكل بيوقفوا المجرمين بعد اعلان المجرمين اللي هيروحوا على الجزيره. ايوه المدعكه هتبدا من دلوقتي يا صديقي فجهز فشارك وحط اللايك بتاعك ويلا بينا. بعد ما الكل اخيرا بيوصلوا على مكان الجزيره غبي مارو وساجري كانوا ماشيين جواها. الواد ايده مربوطه وبيحكي لها عن الاكسير. قال لها شيخ القبيله بتاعتنا اتجمع عليه قبل كده قبائل وجنود كتيره علشان يقتلوه. حاولوا يضربوه بكل الاسلحه فعلا ولكن ما حدش قدر يقتله. وحتى بعد ما خرموا دماغه ما حصلوش اي حاجه وفضل عايش برضه. وده بعد ما حصل على دواء من ارض بعيده. يعني من الاخر اكسير الحياه موجود ويلا بينا علشان نجيبه بسرعه. وبعدها بيفك ايده من الحبل ده. ساغري بتتعصب منه وبتقول له اربط ايدك يلا. الواد قال لها ما تفكك من الحاجات الهايفه ديت احنا هنا لازم نكون ايد واحده والا هنموت. ساغري وقتها بتتعصب وبترفع السيف على رقبته. قالت له ايد واحده ايه انت هتنسى انك مجرم ولا ايه؟ اربط ايدك يلا. غبي مارو بيقول لها تمام وبينزل ايده علشان تربطها. البنت لسه بتربطها فهوبا غبي مارو انضرب على دماغه. ايوه المجرم ده وصل على المكان واللي بيقرر يقتل اللي قدامه علشان ياخد وقته ويدور على الاكسير براحته. ساغري في الوقت ده كانت قلقانه على غبي مارو ومفكراه خلاص مات. بس الواد بعدها بيقوم وبيقول لها ما تقلقيش عليا انا تمام بس هو فاكك ايده اهو مش زي ما انت عاوزه تربطيني. ساغري وقتها بتستغرب وبتسال الاسايمون التاني هو ما سابوش مربوط ليه.
ايه وهم بيعملوا كده ليه اصلا؟ الراجل قال لها هم مجرمين مع بعض ماليش دعوه بيهم، انا جاي مراقب مش اكتر، واكيد يعني مش هخش في جدال مع المجرم ده على حته حبل. غابيمارو في الوقت ده بيقول لها شفتي؟ اسمعي يلا اسمعي. ساغري بتتعصب والمجرم ده هو كمان بيتعصب، وبالمناسبه اسمه كوين. بيطلع الاسلحه بتاعته وبيقول لغابيمارو جهز لموتك. غابيمارو هو كمان اخد الوضعيه وقال له تعالى. ساغري قالت له بس انت لازم تربط ايدك برضه. فالواد سمع كلامها، ولكن هوبا كوين عطاله على دماغه سلاح تاني وهوب كسروا عليه. اللي بعده برضه ضربوا بيه وبوم. اخيرا خلصت الرباط، يلا بينا نبدا ولا ايه؟ ومره واحده غابيمارو طياره، الكل اتصدم. الواد رفع جسمه بالسلاح بتاعه واستناه وهو نازل، بيحدد بعدها اقوى رمح قدامه وهوب عطاله صاروخ في بطنه. ده ايه العظمه ديت يا ابني؟ غابيمارو فعلا ما بيهزرش. ولكن كوين هو كمان ما كانش سهل، وكان حاطط درع حمايه من اي حاجه زي ديت. بيضحك على اخره وبيتعصب جامد وبيقول له هقتلك، بس بيطلع بقه وخلاص يا صديقي. وغابيمارو حرفيا بيفرشحه وكل ده وحتى ايده مربوطه. ده ايه القوه ديت يا ابني؟ ما علينا. بعدها الاسامون ده بيقطع رقبه كوين وبياخده علشان يسلمه. ساغري وغابيمارو مصدومين باللي عمله. هو انت كده خلصت ومروح ولا ايه؟ الراجل قال لهم ايوه، انتم مش عارفين ايه اللي هيحصل هنا. احنا من قبل ما السفن بتاعنا ترسى كان كله حاول يضرب في كله، وحرفيا كانت مجزره، بس كل ده كوم واللي لسه هيحصل كوم تاني. ساغري مش فاهمه حاجه، فالاسامون بيفهمها. قال لها المجرمين بعد شويه هيبداوا يقتلوا في بعض علشان محدش يفضل غيرهم، وبالتالي اللي هيفضل وهيتبقى منهم هيدور على الاكسير براحته، ومحدش طبعا هيعطله او هيلاقيه قبله. وانا لو مكانك اصلا اقطع رقبه المجرم بتاعي واهرب من هنا قبل ما المجزره تحصل، ولا اقول لك اخلص عليه بدالك. فبوم مره واحده غابيمارو قرب منه قال له مالكش دعوه انت وروح يلا، انا عاوز اشوف شغلي وارجع لمراتي. الاسامون قال له تمام، ولكن قبل ما امشي عاوز اقول لكم معلومه مهمه. الشوجن ما كانش عنده امل فيكم، وعلشان كده استعان بقبيله نينجا علشان تدور على الاكسير هنا. ايوه قبيله الايواكي، واللي هتيجي هنا بعد كام يوم. وبعدها سابهم ومشى، ويا دوبك مشى من هنا غابيمارو كان هجم على ساغري من هنا. البنت ما فهمتش هو بيعمل ايه وقالت له يهدى، ولكن الواد ما كانش شايف قدامه وحرفيا هيجلدها. في نفس الاثناء ديت كان المجرم ده هجم على الاسامون بتاعه. الاسامون خد باله وحاول يهجم عليه بالسيف بسرعه، ولكن من غير فايده. روكاكو بيكسر عظمه وهوب اكله. شويه من المجرمين هم كمان قتلوا الاسامون بتوعهم، وحرفيا هتبقى معجنه. في نفس الاثناء ديت غابيمارو كان متعصب جامد وبيهجم على ساغري علشان يقتلها. البنت مش فاهمه حاجه، عماله بتحاول تفلت من هجماته وتساله عن السبب. غابيمارو بيقول لها علشان عشيره الايواكي هتيجي كمان شويه، انا لازم ادور على الاكسير والاقيه بسرعه قبل ما يجوا، والا كل اللي عملته هيبقى من غير فايده. انا اسف بس انت لازم تموتي دلوقتي علشان انت هتعطليني مش اكتر. ساغري مش فاهمه اي حاجه، بتحاول تصد هجماته مش اكتر. الواد هو كمان كان متردد يقتلها، كل ما يقرب منها وخلاص هيخلص عليها هيرجع في اخر لحظه. ايوه هو فاكر كلام مراته ووعده ليها مش عاوز يخلفه. بس بعدها كلام شيخ القريه بيتردد في دماغه، عينه بتتغير واسلوبه بيقوى، بيكسر السيف لساغري. البنت كانت خلاص هتموت، فهوبا استخدمت الجيب بتاعها ده كدرع ليها. غابيمارو هو كمان ما عادش شايف قدامه وهجم عليها تاني. البنت استمرت في الدفاع، ولكن في الاخر جابت اخرها، بتقع على الارض والواد كان فوقها خلاص هيقتلها، ولكن مش قادر. جزء منه عاوز يسمع كلام شيخ القريه بتاعته ويقتلها، ولكن في جزء منه تاني متمسك بوعده لحبيبته، بيقاوم ومش عاوز يموتها. غابيمارو كان عمال يصارع مع نفسه، مش قادر ياخد الخطوه الاخيره. ساغري هي كمان بتلاحظ الموضوع ده، بتقول في بالها انا كل لما بشوفه هو رايح يقتل حد بلاحظ التعبير ديت على وشه، هو مش اجوف زي ما بيقولوا، هو انسان وعنده مشاعر. وفعلا يا صديقي في الوقت ده غابيمارو كان عمال يعيط، عاوز يقتلها ولكن مش قادر، بيضغط على نفسه وبرضه مش قادر. بيقول للدرجه دي انا بقيت ضعيف، انا كده مستحيل اقدر ارجع لحبيبتي تاني. ففي وقتها ساغري بتغطي السيف بتاعه وقالت له ده مش ضعف ولا حاجه، تقبلك لمشاعرك والبكاء ده مش ضعف ابدا، ده جوهر القوه الحقيقي. وده كان نفس كلام زوجته ليه قبل كده، واللي صدمه وخلاه واقف ومش قادر يتحرك. بعدها ساغري بتقول له هعدي لك اللي حصل المره دي، ولكن مش هسامحك المره الجايه، بس انا عاوزاك توريني حاجه، عاوزاك توريني ازاي هتقدر ترجع حياتك تاني بعد ما ترجع لحبيبتك. غابيمارو في الوقت ده كان مذهول من كلامها جدا وما ردش عليها. في نفس الوقت ده كان الاتنين دول ماشيين في المكان ده ومستغربين جدا. الحشره ديت هي كمان كانت طايره جنبهم وقرصت الطويل ده من دراعه. الواد بص لها من هنا واتصدم، ده عليها وش بشري. افتكر بعدها الراجل اللي رجع لهم ورد وقطع دراعه في ثانيه. الاسامون اللي معاه اتصدم، قال له ايه اللي انت عملته ده؟ وبوم مره واحده ايده اتحولت لشجره. ايوه القرصه هنا معناها الموت. حشرات تانية غريبه ومخلوقات عملاقه هجمت عليهم وشكلها اتولع يا صديقي. بعد ما الراجل ده قطع دراعه الوحوش هجمت عليه من كل حته وشكلهم خلاص هيموتوه يا صديقي. وحوش تانية برضه هجمت على غابيمارو وساغري والاتنين خلاص اتحصروا. غابيمارو بياخد الوضعيه
الفضائيه بتاعته وبيقول لي سجري خليكي ورايا. البنت قالت له تمام ورجعت لورا، والواد بعدها طلع الوحوش ضرب مش رحمها. الوحوش ديت كانت غريبه جدا والواد مش عارف هيقتلهم ازاي، كان عاوز يهرب ويعمل خطه زي ما شيخ القبيله علمه وبعدها يرجع يهجم عليهم تاني، بس الوحوش بتحاصرهم من كل اتجاه وسغري كانت واقفه ومش عارفه تعمل اي حاجه. تفتكري ان ده هيفرق معاها يا صديقي؟ قولها معاي. لا والله. غبي مارو بيفعل النار بتاعته وبيطير على الكل وبيخلص عليهم. الواد طاقته زادت جدا وقتل كل اللي قدامه. سغري كمان كانت داخت من كميه الدم دي وخلاص شكلها هيغمى عليها، ولكن وحش بيطلع من وراها وبيكون خلاص هيقتلها، بس الواد بياخد باله وبيلحقها في اخر لحظه. الوحش كان هيضربه وهو شايلها وبوم مره واحده اخد واحده قتلته. ايوه في شويه كمان من الناس وصلت على مكانهم وشكلهم هيتعاونوا يا صديقي. سغري بتكون عارفه الاسامي دول، والتخين ده اسمه سنتا، اما الراجل التاني فاسمه جنجي. المهم الرجاله بتكلم سجري وبيطلبوا منها التعاون. غبي مارو بيقول لهم لا وبيرفض التعاون مع حد، بس البنت ديت بتعرفه بمعلومات مهمه وبتقول له انا هقدر اساعدك تلاقي الاكسير، وبالمناسبه اسمها يزريها. غبي مارو بيشد انتباهه المعلومات بتاعتها وبيقول لها خلاص اتفقنا. بيحكوا له بعدها على شويه من الحاجات اللي عرفوها واللي من ضمنها الحشرات. هنا قالوا له الحشرات ديت عباره عن ناس واللدغه منه هتوديك على القبر على طول. بعدها بيقولوا له كل اللي عرفوه في الجزيره والدنيا تمام التمام، بس مره واحده وهما بيتكلموا سجري بتحس انها دايخه وبتقع مغمى عليها جنبهم. الكل طبعا بيتصدم وبيشيلوها علشان يعرفوا مالها. في نفس الوقت ده كان الاتنين دول بيحاربوا الوحوش ومحدش واقف قدامهم. الاسامون ده اسمه توما وبيفتكر اللي حصل زمان لما قدر يكسب ثقه الشوجن واتباعه وبقى واحد من الاسامون. بعدها بيطلب منهم يعتني بالمجرم ده ويقتله. بيروح له على الزنزانه وبياخدوا علشان يروحوا على جزيره شينسينكو، وبالمناسبه هم اخوات اصلا يا صديقي، ولما كانوا اتحاصروا زمان وخلاص هيتقبض عليهم الاخ الكبير ده بعد اخوه عنه وقال له بتعالى حررني في يوم من الايام. وهما الاتنين في الجزيره دلوقتي علشان يقتلوا كل المجرمين والوحوش ويشربوا الاكسير لوحدهم. بس في الوقت ده كان توما اتمسك من شعره، الوحش خلاص هيقتله. اخوه الكبير ما بيبصش عليه وقال له خلص نفسك يلا. الواد اخد باله وقطع دراع الوحش من هنا وبوم اخوه من وراه من هنا. اشتغلوا ضرب بعدها في كل الوحوش ومحدش واقف قصادهم. في نفس الاثناء ديت كان المجرمين دول خلصوا على الوحوش واتجهوا الى الغابه. سغري كمان كان لسه مغمى عليها ورايحين بيها على مكان امن. بيوصلوا اخيرا والبنت كان لسه مغمى عليها. كانت في الوقت ده بتحلم بحلم من الماضي بتاعها لما كان ابوها بيستحقرها علشان هي بنت وبتحاول تكون من الاسامون. بتصحى بعدها من النوم مفزوعه وبتلاقي جنجي قدامها بتساله على اللي حصل وبيعرفها انها اغمى عليها بعد ما شمت ريحه الحشرات، وبعدين جابوها هنا وسابوها ترتاح علشان يكملوا. سغري بعدها بتسيبه بسرعه وبتطلع تبص على غبي مارو وبتلاقي قاعد بره وعمال بيعمل الغدا. البنت بتطمن وبعدها الكل بيتجمع. بدا كل واحد فيهم يقول المعلومات اللي عنده. غبي مارو بيقول لهم ان الجزيره هنا خطيره وكل اللي بيموت بيتحول فيها لنباتات. يزريها بعدها بترمي الاكل في وشه وبتقول انت بتاكلنا ايه يا عم المقرف انت؟ الواد قال لها ده مالوش دعوه بيهم يا ستي، ده نبات عادي. بعدها سنتا بدا يقول معلوماته هو كمان ويعرفهم ان التماثيل الموجوده هنا بتاعه ديانه قديمه وهو لسه بيبحث عنها ويمكن يعرف حاجات قريب. سجري كمان كانت اخدت بالها من حاجه وهي ان الوحوش هنا ما فيهاش اعضاء داخليه والدنيا اخر مدعكه. غبي مارو في الوقت ده بيتحمس وبيقول كل ده معناه حاجه واحده، ايوه الاكسير موجود هنا وكل المخلوقات ديت بتحاول تخبيه، انا لازم الاقيه. الكل هو كمان بيتحمس والدنيا اخر روقان. بعد الاجتماع ده سغري بتروح في جنب كده وبتفضل تفكر في الرحله بتاعتها. كانت حاسه هي قد ايه ضعيفه وعارفه انها ما عملتش اي مصلحه، ده حتى ان المجرم بتاعها حماها ومش عارفه هتتصرف معاه ازاي. في الوقت ده بقى جنجي بيدخل عليها وبيقول لها انت لازم تروحي، انت مفيش منك اي فايده وجودك بقى زي قلته. بكره الصبح بدري هتاخدي السفينه وتمشي وما تقلقيش من المجرم بتاعك انا هظبطه. سغري مش موافقه على كلامه وبتعترض، بتقول له مين اللي قال لك اللي انا عاوز اروح؟ ما تحددش المصير بتاعي بمزاجك. سنتا هو كمان بيطلع وكان سامع كل حاجه. بيقول له انت ايه اللي ضمنك ان طريق المروح سهل ومفيش ولا واحد اصلا عارف يهرب من هنا؟ غنجي بيسكت وما بيعرفش يرد عليه. في نفس الوقت ده كان في اتنين بيحاولوا يهربوا من الجزيره ديت علشان مش عاوزين يدخلوها. البنت دي اسمها نورغي وده الاسامون بتاعها واسمه تنزا. بالمناسبه بعد ما سمع قصتها كانت عاطف معاها جدا وقال لها احنا لازم نهرب من هنا ونهربك. نورغي كانت فرحانه هي كمان والدنيا اخر روقان، ولكن وهم في الطريق بيلاقوا السفينه ديت قدامهم. الاسامون بيفرح لما بيشوفها ولكن البنت غيره لانها ما بتكونش سفينه هتنقذهم ولا حاجه، دي بتطلع واحده من حطام السفن اللي حاولت تهرب من هنا. بعدها وحوش غريبه بتظهر جواها. العيال خلاص اتحصروا. الاسامون وقتها بيشد سيفه والوحوش بتعرف مكانهم بتهجم عليهم بيكسروا السفينه بتاعتهم والاتنين بينطوا على الحطام وبيفضلوا يجروا علشان يهربوا منها. نورغي وهي بتجري كانت بدات تفتكر اللي حصل وازاي اتقبض عليها. كانت عايشه هي وقبيلتها في حته اسمها السانكا وكانوا
كانوا قاعدين في الجبال ما بيسمعوش كلام الحكومة، وعلشان كده الشوجن بيبعت جنوده علشان تقتلهم. بيمثلوا انهم ضايعين قدامها، والبنت بتشوفهم وبتاخدهم على القرية علشان يساعدوهم، ولكن بيستغلوا الفرصة وبيخلصوا على اهل القرية بتاعتها. بياخدوها بعدها على السجن وبيرموها علشان تتعدم. تنزا بعدها بيعرف حقيقتها وبياخدها علشان يساعدها تاخد العفو. في الوقت ده كان الاتنين لسه بيجروا، وتنزا بيستخدم السيف بتاعه وبيكسر الوحوش اللي قدامه. بيوصلوا على اخر السفينة ديت وبيلاقوا الاسامون ده مقتول قدامهم. ايوه هو اللي مشى في الاول يا صديقي، ووحوش تانية بتطلع من كل حتة وبتقسمه. خلاص اتحصروا. نورغي بعد ما بتشوف جثة الاسامون ده بتفتكر جدها، بتفتكر لما مات قدامها بعد ما تسببت بقتله. بتقعد في مكانها مستسلمة، بتقول لتنزا اهرب انت، انا خلاص هموت هنا. تنزا ما بيسيبهاش وبيقول لها قولي لي انت عاوزة ايه، عاوزة تموتي هنا ولا عاوزة تهربي؟ البنت بتقول له يا عم امشي سيبني، انا اللي تسببت في موت قبيلتي، ولو فضلت معايا انت كمان هتموت بسببي، يلا امشي وسيبني بسرعة. تخيل بقى ان تنزا هيسيبها ويهرب يا صديقي. لا والله الواد بيحدف لها السلاح بتاعه وبيقول لها مش هسيبك، لو عاوزة تعيشي وتهربي مفيش غير حل واحد، لازم تهاجمي. بيشوف الاتنين بعدها سفينة بعيدة وبيقول لها نجري وراها بعد اشارتي. بالفعل الواد بيدي الاشارة والاتنين بيجهزوا وبيجروا على اخر سرعتهم. فعلا بيقدروا يوصلوا لها. بيفضلوا يعوموا ويهربوا من الوحوش ديت يمين في شمال، وبالعافية بيهربوا منها. بيوصلوا بعدين على الجزيرة وكان جسمهم كله دم ومرهقين جدا. بيقعدوا بعدها علشان يغسلوا ويرتاحوا شوية والدنيا تمام التمام. في نفس الوقت ده بقى كان جينجي لسه مصمم على قراره وبيقول لساجري بكرة الصبح هتمشي، الشغل ده كتير على مرة وانت لازم تروحي. بعدها بيسيبها ويمشي. بالليل بقى كان الكل نايم وغابيمارو هو اللي عليه الحراسة. ساجري هي كمان بتروح علشان تراقبه. بيتكلموا سوا. الواد بيشكرها على اللي عملته في الاول، بيقول لها بسببك انا هديت، لولا كلامك معايا اول يوم كان زماني لسه متعصب، شكرا على كل اللي عملتيه يا ساجري. البنت هي كمان كانت عرفت ان هو اللي عمل لها العلاج وشكرته برضه على ده. بعدها غابيمارو بيقول لها على اللي ناوي يعمله وبيعرفها بكل حاجة. قال لها انا كنت متردد وشاكك فيكي اول ما جينا هنا، وعلشان كده فكرت غلط. اول ما عرفت ان قبيلة الإيواكي جاية اترعبت وقلقت وعملت كده، بس انا دلوقتي لازم اهدى واواجه المشاكل بتاعتي واحلها واحدة واحدة علشان اعرف اخد العفو وارجع لمراتي. الكلام ده بيشد انتباه ساجري وبيفتحها اكتر. وبالفعل تاني يوم الصبح كان جينجي صاحي وبيقول لساجري يلا علشان تروحي، هجهز لك القارب واوديكي لغاية البحر. البنت ما بتسمعش كلامه وبتقول له انا اسفة بس انا قررت ابقى هنا، بدل ما اهرب من مشاكلي هواجهها واعمل اللي هقدر عليه. جينجي بيقول لها مشاكل ايه وهباب ايه، انت مرة واخرك تخلفي الاسامون الجديد. اي نعم مهاراتك في السيف عالية بس المعركة هتحتاج لخبرة وانت معدومة الخبرة. ساغري بعد ما بتسمع الكلام ده بتوطي راسها وبتقول له انا دايما سمعت الكلام ده قبل كده، الكل استهزأ بيا لاني بنت مش اكتر، حاولوا يرجعوني عن حلمي، انا فضلت مطنشاهم وكملت في طريقي وطريقي وصلني لحد هنا. انا عارفة انك شايفني كواحدة اخرها البيت مش اكتر، بس انا اسفة، انا عاوزاك تبصلي كساموراي ما تبصليش كبنت عادية بعد اذنك يعني. غنجي بيتعصب من الكلام وبيقول لها هتمشي يعني هتمشي. بيرفع السيف بتاعه بيكون خلاص هيقتلها، ولكن في اقل من ثانية البنت كانت اخدت سلاحه رجعت لورا كده. جينجي بيتعصب جامد بيقول لها هات السلاح يلا، بتديهوله من هنا وهوب عينك ما تشوف النور من هنا. المجرم ده كان واقف وراه وخلاص هيقتله. جينجي لسه ما فاقش وبوم اخد واحدة رقدته. هي شكلها هتولع ولا ايه؟ بعد ما المجرم ضرب جينجي بكل شراسة الاسامون طار بسرعة جدا واتخبط في الشجرة ديت. السغري بعدها بتطلع تجري عليه علشان تلحقه او تشوف ماله، ولكن الجرح بتاع جينجي كان كبير جدا خلاص شكله بيودع. روكاتا هو كمان ما سابلهاش فرصة وراح علشان يهجم عليها ويقتلها، وبوم الاسطورة وصل على المكان. ايوه غابيمارو خلاص وصل وهيجلدك يالا. بيحلل بعدها الموقف اللي هم فيه وبيسأل ساجري عن الراجل ده. قال لها هو ده مجرم ولا وحش لقى فريسته؟ ده عينه عاملة كده ازاي؟ ساجري مش فايقاله اصلا ومش عارفة تعمل ايه. وقتها الواد بياخد وضعية القتل بتاعته وبيقول لها خلص عليه. ولكن انت متخيل ان روكاتا هيخلص بالسهولة ديت يا صديقي؟ لا والله الواد بيشيل شجرة بايده وبوم بيحدفها عليهم. ده ايه القوة ديت يا عم انت؟ ساجري كانت لحقت الاسامون بجسمها وغابيمارو ما عادش عارف هيتصرف ازاي. بيفتكر بعدها كلام شيخ القبيلة بتاعته لما قال له انت لازم قبل ما تهجم على حد تعرف وتحلل عدوك الاول. وبعدها فكر يهرب ويسيبهم ولكن ما قدرش يسيب ساجري ويمشي، وعلشان كده بيتوصل لحل تاني. ايوه بيقول لي يزريها تعالي ساعديني احنا الاتنين هنشتته ونقتله مع بعض. بس البنت بترفض طلبه، قالت له لا انت عليك القتال وانا هشجعك من هنا، انت ناسي ان انا عليا المعلومات ولا ايه؟ الواد بعدها بيتعصب وبيقول لها تمام. لسه بيبص على روكاتا وبوم بيلاقي قدامه ايوه هجم عليه بايده العملاقه وخلاص هيقتله. غابيمارو فدى الهجوم بالعافيه ولكن روكاتا مش سايبه، بيهجم عليه كل شويه. غابيمارو مش قادر يتلقى الهجوم بتاعه، بيحس بالطاقه في ايده بيهرب منها كل شويه، خلاص حس انه اتحاصر. بيضرب برجله في الارض كده وبيطلع شويه
شويه حجاره بيضربهم بكل قوته عليه، ولكن ده جسمه من حديد بيصد كل هجماته بالرغم من قوتها وما بيتخربش منها حتى. غابيمارو حاول يهجم عليه تاني، حاول يستخدم تقنيات اكتر عليه، ولكن برضه من غير اي فايده. هو هيقتله ازاي ده؟ ما علينا. في نفس الاثناء ديت بقى كانت ساغري لسه مع جينجي وبتحاول توقف النزيف بتاعه، عماله بتعيط بتحاول تساعده ولكن مش قادره، خلاص شكله هيموت قدامها. جينجي هو كمان كان عارف اللي فيها، قال لها سيبيني انا خلاص ما عادش فيا امل، يلا يا ساجري سيبيني ومشي. البنت مش فارق معاها كلامه، عماله بتحاول تساعده ولكن برضه مش عارفه. وقتها بقى جينجي بيديلها السيف بتاعه وبيقول لها ده روحي، سيف الاسامون يعتبر روحه، وانا خلاص عطيتلك روحي، مش هقولك تهربي من الجزيره ولا لا تاني، انا عاوزك تسيبيني وتقتلي روكاتا. ساجري وقتها بتعرف انه نفس المجرم اللي كان مع ايزن، وبتعرف كمان ان هو اللي قتله، بتتعصب جامد وبتاخد السيف بتاع جينجي وبتقول له تمام انا هقتله. في الوقت ده غابيمارو كان محاصر تماما، حاول يستخدم كل تقنياته على روكاتا ولكن ما قدرش عليه، الحرق والضرب وكل حاجه مش نافعه معاه، كان عاوز يشتت انتباهه لاي لحظه لحد لما يخطر في باله فكره ولكن ما فيش حد يساعده. وهوبا ساغري وصلت على المكان، قطعت صباع المجرم وقالت له انا في ظهرك. غابيمارو استغرب جدا من قوتها، سالها هي قطعت صباعه ازاي؟ البنت قالت له اي حد في جسمه عنده مسافه ما بين عظمه والعظمه الثانيه، انا استهدفت المسافه ديت ولو عاوز تقتله انا هخلص لك عليه. الواد وقتها بيتحمس وبيقول لها ساعديني. بالفعل هجم الاثنين عليه، غابيمارو حاول يشتت انتباهه، ساجري راحت من وراه وحاولت تقطع رجله ولكن الواد مش ثابت، السيف بتاعها ما قدرش على جسمه. بعدها الاثنين بيرجعوا تاني بيحاولوا يكرروا اللي عملوه، ولكن انت متخيل ان روكاتا هيسيبهم يكرروها يا صديقي؟ لا والله. المجرم وقتها بيرفع عينه وبيعيط بصوت عالي جدا، الاثنين والكل حرفيا ودانهم مش مستحمله. غابيمارو هو كمان كان مسك ودانه وهوبا اكل واحده كسرته. ايوه روكاتا عطاله الناهيه، رزعه على الارض، الكل حرفيا اتصدم. غابيمارو لسه هيحاول يقوم فبوم لقى جسمه كله بيجيب دم من كل ناحيه، روكاتو بيجهز له الثانيه، خلاص هيديها له وينهي حياته. ساجري في الوقت ده بتشوفه، بتجري على غابيمارو بكل قوتها، بتقف قدام ايده، بتفتكر كل اساليبها، بتجمع قوتها في السيف بتاعها، بتفتكر كمان كلام جينجي ليها قبل ما يموت، بتتحمس جامد، نظرتها بتتغير واسلوبها بيتغير وهوبا بتبعد ايده. ايوه ساجري خلاص فقت له، بتتحكم في السيف بتاعها كانه موجه وبتوجه ضربات المجرم عليه. ده ايه العظمه ديت؟ الكل حرفيا اتصدم من قوتها اللي زادت ومحدش كان مصدق. روكاتا هو كمان اتعصب جامد، حاول يضربها ولكن من غير اي فايده، البنت واقفه له بالمرصاد ومش مخليها يعرف يعمل اي حاجه. غابيمارو بعد ما شاف قوتها في الوقت ده انصدم، عرف هي قد ايه قويه، اخد باله من مساعدتها ليه. وساجري هي كمان كانت وقعت روكاتا على الارض، خلاص رايحه وراه وهتقتله، وبوم الوحش هرب من المكان. ايوه روكاتو فهم اللعبه بتاعتهم، بيرجع لورا بياخد وضعيه دفاعيه ومش هيسيبهم يضربوه تاني. غابيمارو هو كمان كان جمع قوته ووقف على رجله من جديد وبيقول لساجري انا عندي فكره توقعه. البنت قالت له تمام وبدات المدعكه يا صديقي. غابيمارو بعدها بسرعه بيحاوط جسمه بالنار وبيقول له تعالى لي، بيضرب روكاتا بهجوم من نار وبيحرقه هو والغابه. المجرم طبعا مش هيتاثر ولكن غابيمارو ما بيسيبوش، بيحدفه بهجوم تاني وتالت وحرفيا جسمه ما عادش قادر. يوزريها بعد ما اخدت بالها من اللي هيعمله اخدت سنتا وطلعوا يجروا. ايوه غابيمارو مش عاوز يحرق روكاتا ولا حاجه، ده عاوز يولع في الغابه ويخلي النار تطلع الدخان اللي فيها عليه، وطبعا علشان هو عملاق الدخان هيطلع عليه قبلهم وهيخنقه. وفعلا يا صديقي روكاتا كان استنشق كميه كبيره من اول اكسيد الكربون، ما عادش قادر يتنفس، بيوطي راسه وبيكح بكل قوته علشان يخرج الدخان من جسمه، عينه بتدمع وبيكح باعلى صوته وهو طبعا موطي رقبته. ايوه دي اللحظه اللي ساجري مستنياها، بتجمع قوتها اخيرا وبترفع سيفها بتجهز علشان تجلده. روكاتا اخد باله وحاول يضربها ولكن غابيمارو مسك دراعه، قال لها انجزي بسرعه انا مش هستحمل كتير. وفعلا يا صديقي ساجري في الوقت ده كانت اخدت النفس بتاعها، حست بطاقتها ووزعتها، خلاص عرفت هي هتضرب فين، بتجمع قوتها اكتر. وهوبا احلى مسا عليك يا عم روكاتا. ساجري خلصت عليه اخيرا، ريحته من الدنيا والعذاب اللي هو عاش فيه، فبسبب كبر جسمه وبنيته القويه ما كانش حد بيرضى يصاحبه ولا يلعب معاه، ونتيجه لكده الولد اصبح مجرم وقتل واكل كل اللي حواليه. ساجري طبعا خلصته من العذاب ده، بتغمض عينه بعدها وبتقفل سيفها وبتقول لغابيمارو يلا بينا نكمل طريقنا. الواد قال لها تمام وطلعوا يجروا فعلا. ساجري وهي بتجري كانت بدأت تفتكر زمايلها اللي ماتوا، عينيها بتدمع والحزن بيعصر قلبها ولكن بتكمل طريقها برضه. بيطلعوا اخيرا من المكان ده وبيشوفوا الوحوش قدامهم، بتجري على مكان النار. غابيمارو بيقول لها لازم نجري بعيد عنهم وفعلا بتسمع كلامه، بيكملوا جري ناحيه المكان اللي الوحوش ديت جايه منه. شويه كمان من المجرمين كان اخدوا بالهم من النار ديت وجروا بعيد عنها، وبعد شويه جري الاتنين بيوصلوا على مكان سنتا ويزريها. ايوه الاتنين كانوا واقفين في مكان
عالي جدا ومصدومين من المشهد ده. غابيمارو لسه رايح يعاتبهم فاتصدم هو كمان. هي دي قرية ولا ايه؟ ايوه ده شكلهم وصلوا على المكان اللي هم بيدوروا عليه اخيرا، وشكلها تحلوه يا صديقي. في نفس الاثناء ديت كان الاخوين دول شغالين قتل في كل الوحوش ومش رحمين اي حد. الاخ الكبير بعدها بيحس بطاقة وحش وبيروح علشان يشوفه. بيروح فعلا على المكان وبيلاقي الاتنين دول هناك. ايوه دول شكلهم من سكان الجزيرة ديت ومش ناويين على خير يا صديقي. بيبص لهم بصة مرعبة كده وشكلهم هيخلصوا عليهم يا صديقي. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء بتاعنا. لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام.